لو عندك نص كيلو جلاش ونص كيلو لبن، تعالى اقولك ازاي تعملي احلى صينية جلاش تقدميها لولادك ولضيوفك في المناسبات وفي اعياد الميلاد وفي كل الاوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في قناتي وصفة هايلة. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية جلاش ممكن تاكلوها في حياتكم. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك ازاي تطلع تسويتها مظبوطة، ازاي تطلع طرية جدا، وأهم ما فيها سهولتها وسهولة السقاية اللي هنسقيها بيها في الآخر. بجد روعة، طعمها خطير وطرية جدا للناس اللي بتحب الطراوة في الجلاش. يلا بينا نشوف الفيديو، وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. اول حاجه هنعملها الصينيه اللي معانا دي او الصاجه اللي معانا. دي مقاسها 30 في 40، اللي متوفر عندك ممكن تعملي فيه، اذا كان صينيه عاديه او بايركس او صاج اي حاجه يعني ممكن تستخدميها، بتكون بتدخل الفرن. انا بدهنها سمنه او زبده او سمنه على زيت، برضو اللي متوفر. انا مجهزه سمنه على زيت، نص الكوبايه دي سمنه ونصها زيت. هدهن كده القاعده كويس وكمان الحروف بتاعتها، وبعدين نشوف الجلاش بتاعنا. انا عندي لفه جلاش، اللفه دي نص كيلو بالظبط. دي انا شارياها من عندي الفطاطري اللي هو بيعمل الجلاش والكنافه والقطايف والحاجات دي، يعني مش من السوبر ماركت اللي بتكون وزنها اقل شويه. دي بالظبط وزنها نص كيلو 500 جرام. انا بعد الطبقات بتاعتي كلها كده بالظبط، يعني حوالي 12 واحدة. هقسمهم نصين، هخلي نصهم على جنب للطبقة اللي فوق، وهخلي النص التاني للطبقة اللي تحت عشان ابقى عارفة بالظبط ان الطبقتين بالظبط قد بعض. هجيب الصينية اللي انا دهنتها وهنزل بكل طبقة او بكل الكمية اللي انا عديتها للجزء اللي تحت للطبقة اللي تحت، وهفردهم كويس كده، هظبطها في الصينية بتاعتي وهشيل الزيادة. ايوه كده تمام. انا بنزل بيها كده، هخليها تتظبط من طرفين، الطرف من الطول وطرف من العرض. وبعد كده هقص الزيادة من الطرفين التانيين. هقص زيادة من الجلاش كده من الناحية اللي هي بالطول زي ما احنا شايفين كده، وكمان الناحية اللي في العرض. طبعا الزيادة اللي انا بقصها دي مش هتخلص منها او هرميها، انا هفردها برضو في الصينية، تعتبر كطبقة زيادة او كورقة زيادة من طبقات او من ورقات الجلاش. هقص كده زي ما احنا شايفين، وهنشوف دلوقتي احنا هنرصها على طبقة الجلاش اللي احنا حطيناها، او الخمس او ست ورقات اللي احنا حطيناهم. هما بالظبط ست ورقات، وطبعا اللي احنا هنقصه دوت هيبقى حوالي الطبقة السابعة، لان طبعا كده بنشيل من كل ورقة جزء من الجنبين، فطبعا هيدينا طبقة زيادة. انا مش بدهن ما بين الطبقات خالص، انا بدهن يعني القاعدة بس، وبعد كده هنشوف احنا هندهن فين تاني. لكن نص الجلاش بالظبط بحطه تحت زي ما هو، والنص التاني هنحطه بعد ما هنحط الحشوة، يعني مش هنحط زبدة ولا زيت ولا اي حاجة خالص ما بين الطبقات. هنفرد اهو بقية الورق اللي احنا قصيناه من الجنب التاني او من عرض الصينية، وكده بقت الطبقة معانا القاعدة بتاعتي تمام مظبوطة جدا اهي. الحشو معايا مكسرات ايا كان اللي موجود، وجوزة الهند وزبيب. الحاجات دي بجد متوفرة عندي من رمضان، انا اشتريت بس سوداني، وكان في بقية المكسرات والزبيب وجوز الهند كله باقي عندي في الفريزر من رمضان. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها، مش هضيف سكر ولا حاجة، لان الشراب اللي احنا هنعمله في الاخر هيخلي صينية الجلاش بتاعتنا مش محتاجة اي حاجة زيادة. هيديها طراوة، مش محتاجة ان احنا ندهن ما بين الطبقات. هيخليها كمان التسقية او الدهان اللي احنا ندهنه في الاخر هنظبطه، يعني نخليها تبقى هشة جدا وتبقى مورقة جدا. يعني هتطلع معانا صينية جلاش ما حصلتش. فردنا طبقة المكسرات اللي احنا هنحشي بيها صينية الجلاش. وطبعا الجزء التاني من الجلاش انا ظبطت طبعا الحروف بتاعته، يعني قصيته قبل ما احطه عشان احط زيادة جوه الصينية، ما احطش بقى الزيادة اللي انا هقصها فوق على الحرف زي ما عملنا في الجزء اللي تحت. لا، انا بقصه الاول وبحط الاجزاء اللي انا قصيتها فوق الحشو على طول، تبقى اول طبقة قبل الطبقات اللي انا هحطها من الجلاش. وكده ورقة الجلاش بتاعتي او الست ورقات اللي انا هخليهم للجزء اللي فوق مقصوصين ومظبوطين هيتحطوا على طول، وهنظبطهم ونفردهم زي ما احنا شايفين كده، وتبقى معانا صينية الجلاش بالظبط زي ما احنا شايفين مظبوطة جدا. هنبدأ نقطع، نظبط كده المقاسات على قد ما نقدر، ونقطعها بالطول وبالعرض مربعات او
اشكال معينات يعني، والاشكال التانية لو اي حابين اي شكل طبعا ده شيء يرجع لكل واحد ولذوقه. انا بستسهل بصراحة، الطريقة دي تعتبر اسهل حاجة في التقطيع. وصينية الجلاش بتاعتنا النهاردة وطعامتها وطراوتها مش محتاجة اي حاجة بصراحة، بجد مرضية جدا بالنسبة لي. اختراع ان انا اعمل صينية جلاش بالشكل ده، مش هسقي بين الطبقات. وكمان الشراب اللي احنا هنعمله دلوقتي مش هضطر ان انا اعمل شربات واغلي واعصر ليمون واقلب وكده. ويعني موضوع بيبقى برضو لمعظم الناس او لناس كتير قوي بيبقى صعب بالنسبة لهم، بيحبوا الحاجات السهلة. فالموضوع النهاردة سهل جدا جدا، بالكتير قوي يمكن 10 دقايق ربع ساعة هتقومي تعمليها. وطبعا مكوناتها زي ما احنا شايفين مش صعبة ولا حاجة، كلها حاجات بسيطة. هنقطع الصينية بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نسلك كده من كل جناب لان صعب جدا ان احنا نقطعها بعد ما تطلع من الفرن. احنا بنقطع دايما الجلاش وهو لسه ني كده. معايا بقية الكوباية بتاعتي ديت، المادة الدهنية عبارة عن نصها زيت ونصها سمنة. لو حابة تخلي كل كوباية سمنة مفيش مشكلة، انا بحاول ان انا احط شوية زيت يعني، او اخلط زيت مع سمنة عشان تكون اخف شوية. هنفضل بقى نرش السمنة كده وندهن ما بين الطبقات وما بين التقطيع اللي احنا قطعناه. وكمان ههتم بالحروف قوي، يعني الاربع حروف بتوع الجلاش، لان هما بيكون اكتر مكان ممكن ينشف في الفرن. زي ما احنا شايفين كده المكان اللي انا بحط فيه دلوقتي ده. وكمان ما بين التقطيعات اللي انا قطعتها ما بين القطع وبعضها. وطبعا فوق كل قطعة لازم برضو ادهن كويس عشان ما تنشفش في الفرن، وكمان تاخد اللون الحلو اللي احنا هنشوفه في الاخر دلوقتي. شايفين بحاول ان انا اوصل كل الدهون دي، او كل السمنة بتاعتي دي ما بين كل قطعة وقطعة وفوقها وحواليها وعلى الحروف وكل حاجة. كده هيوصل لكل الطبقات بتاعتي وتحت يعني مش محتاج خالص ان احنا نسقي بين كل ورقة وورقة ونقعد حوالي نص ساعة على بال ما نرص كل طبقات الجلاش وندهن بينهم. لا كده سهل خالص، احنا بنخلص كل الصينية ونقطعها، وبعد كده نحاول بقى ان احنا نوصل المادة الدهنية بتاعتنا لكل اجزاء الجلاش. اهو بحاول ان انا اوصل، وبحاول ان انا ارفع الصينيه كده وكده وندخلها الفرن على الشبكه اللي في النص على 180 درجه، وبتطلع معانا بالشكل ده. بتاخد حوالي ربع ساعه وبتكون خدت لون ذهبي من تحت. اذا كانت لسه ما خدتش اللون الحلو اللي فوق ده بنولع لها الشوايه اقل من دقيقه، واحنا يعني متابعينها لغايه ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه، ونطفي ونخرجها من الفرن وهي سخنه. هنجهز الشراب اللي احنا هنسقي بيه الجلاش. الشراب بتاعنا هيكون عبارة عن كوباية سكر زي ما احنا شايفين كده، مش كوباية كبيرة قوي كمان، اهي مش يعني تعتبر كوباية الشاي. وكمان بنفس الكوباية هضيف 3 كوبايات من اللبن الحليب السخن. كده تمام، بس كده مش هنحتاج اكتر من كده. ممكن نزود باكت فانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا، بس انا بكتفي في بريحه المكسرات وريحه جوز الهند وريحه السمنه البلدي اللي انا عامله بيها الجلاش. وكمان ممكن نزود معلقتين لبن بودر يزودوا الدسامه بتاعه اللبن الحليب شويه. وممكن نزود معلقتين كريمه ونقلب كويس، طبعا برضو بيزودوا غناوه وطعم حلو للجلاش. انا زي ما قلت لكم انا حباها خفيفه وحباها تكون الى حد ما اقتصاديه، ما اضطرش ان انا اطلع اشتري اي حاجه من بره عشان اعمل صينيه الجلاش. ونبدا بقى نسقي الجلاش بتاعنا هو سخن، والشراب اللي احنا عملناه لسقايه الجلاش برضو سخن. نقلب كويس وندوب السكر كويس، نخلي السكر يدوب تماما معانا. ممكن نجهز الموضوع ده قبل صينيه الجلاش ما تخرج من الفرن، بحيث ان احنا نسقي على طول اول ما تخرج، بحيث الجلاش بتاعنا يبقى طري ويشرب الشربات او يشرب الحليب، ويبقى معانا بالشكل الخطير اللي احنا شايفينه ده. شايفين كان خارج من الفرن مورق ازاي، ودلوقتي هشة ومرتفعة ازاي كأننا حاطين لها بيكنج باودر. يعني حاجة بجد خطيرة، طعمه وريحته ولونه والطراوة بتاعته دي اهم حاجة. انا ما استنيتش عليه لما يشرب كل الحليب، يعني انا على طول قطعنا وخرجنا وكلنا. بصراحة ما شاء الله حلوة قوي، واهم ما فيها ان هي خلصت في ثواني، ما خدتش مني تعب ولا مجهود ولا وقت.
وكمان لفة الجلاش موجودة عندي، ونص كيلو لبن موجود عندي. يعني ما اضطريتش ان انا اطلع اشتري حاجة، كل حاجة الحمد لله كانت سهلة ومتيسرة ومن عملناها على طول. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامة.